افضل طريقه يا جماعه لتشفيت الفخده الضاني للمبتدئين في مجال الجزاره او في مجال المطاعم طريقه تشفيت الفخده بطريقه افرنجي. يعني ايه طريقه افرنجي؟ طبعا غير البلدي خالص، ولكن حابين نوضح الناس اللي هم مبتدئين في مجال الجزاره ان احنا بنحب نساعدهم، وطبعا خير الناس انفعهم للناس. احنا بنحب نقدم المعلومه للناس اللي هي بتبدا تتعلم، طبعا بفضل الله اللي احنا وصلنا له او اللي احنا وصلنا له في سنين او اللي احنا بدانا نفهمه من كتر شغلنا في الجزاره او كتر شغلنا في الصنعه، نبدا نوصله ليك انت في مجمع او في فيديو مش ما يقلش عن 7 8 دقائق ملخص كل ده. بس انت مع الاستمرار هتبدا تفهم الحاجات دي برضو من شغلك وكتر ممارستك للجزاره، هتبدا توصل للسرعه، تبدا توصل للخبره او الدقه في مجال الشغل او في مجال التشفيه. ده فخدتين ضاني هم يا جماعه هشفيهم بطريقه افرنجي اللي هي بتتوضب للكباب، وهنعمل لكم فيديو تاني عن طريقه توضيب الكباب وتتبيلته وشويه من الالف للياء من الفخده الضاني. طبعا احنا عملناه من اللوحه اللي هي الضاني، طبعا شفينا لوحتين وتبلناهم وشويناهم. هنعمل برضو من الفخده، ادي طريقه التشفيه، وهنعمل بعد كده طريقه التوضيب وتتبيلها وشويها من الالف للياء برضه. ولكن عشان ما نطولش في موضوع الفيديو نخش في موضوع الفيديو على طول. معانا فخده، هي طبعا يبقى فيه فخده شمال وفخده يمين. هنبدا بواحده منهم. هو بالفعل ادي الفخده اهي معانا على العظمه، قرب كده. الفخده اهي بتبدا في خطوات لازم ان انت تبدا تعملها معايا كده عشان خاطر ما تطولش فيها او ما تاخدش فيها وقت. في ناس بتاخد وقت في تطليع العظمه بتاعه الغراب، تمام؟ العظمه دي بتاخد مع ناس يعني بتاخد مع ناس وقت كتير جدا في تطليعها. ازاي؟ دي هتخليك تطلعها بكل سهوله وبكل بساطه. اهم حاجه بس لما تيجي تشفي، تمام؟ اهم حاجه يكون معاك كاسدك زي ده، ويكون الكاسدك بتاعك يكون حامي، تمام؟ مبدئيا كده عشان ما ناخدش وقت فيها، ولكن بنحب نشرح عمل وبنروح عشان الناس تستفيد. ادي عظمه الغراب اهي، بتيجي من فوقها كده وما تعملش حاجه ثانيه غير كده، تمام؟ بتنزل اللحمه اللي عليها عشان دي اللحمه دي كده كده ما تطلعش في العظم. بعد كده بتفصل القطعه الاخيره دي، ادي نهايه العظمه. شفت الفصله اللي انا فصلتها دي؟ عشان لما تيجي تشد هتفصلها. ومعانا بدايه كده الدايره دي بتلف عليها كده بالكازدك بتاعك زي ما انا عملت كده. كده احنا خلاص مش عايزين نشيل اي حاجه من هنا تاني، ولا تيجي بقى تشيل القشره او تشيل الكلام ده كله، وده احنا مش محتاجينه في حاجه او بياخد معانا وقت على الفاضي، تمام؟ بتيجي بقى من هنا بتلف على العظمه زي ما حضراتكم شايفين كده، وتزق بصبعك اللحمه اللي هي كانت في الدايره، تمام؟ اهو، وتمشي جنب العظمه دي من الناحيات زي ما حضراتكم شايفين اهو، تمام؟ هيقابلك هنا زي نظام مفصل اهو كده، بتسلك عليه بس، ولسه كده احنا بنفتحه بس احنا لسه ما عملناش في حاجه. مبدئيا كده بتلف الفخده اهو، في هنا عظمه اهي بتعمل عليها بالكازلك كده زي ما حضراتكم شايفين اهو، حكيت عليها بالكازلك اهي، يعمل خبطه بس خفيفه كده، طلعت من مكانها. حلو، بتبدا بالكازلك من تحت اهو، بتشيل اللحمه اللي عليها، تمام؟ احنا فصلنا بقى العرق اللي كان ماسك في عظمه الماسوره بعظمه الغراب. حلو، بعد كده بقى بتيجي اهو بتعلم على الخط ده، وتبدا تسلك من عند العظمه دي اهو، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بص سحبها كده جامد اهي، تعلم عليها او بتشد على العظمه دي خط اهي، طرقعتها طلعت معاك بكل سهوله زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام؟ ادي العظمه اهي طلعت. نبدا بقى نخش على الموزه. ادي الموزه اهي من المفصل اللي حضراتكم شايفين، انت ماشي بس على المفصل بالراحه كده بتبان معاك، بتفتح معاك اهي. ادي الموزه اهي الثانيه، تفتح اهو، ماشي على العظم. الموزه دي سهله جدا ما بتكونش صعبه، تمام؟ الموزه بتكون سهله ما بتكونش صعبه اهو. بعد ما اتعلم عليها المفصل اهي، حاجه بسيطه خالص اهي، سهله خالص وما تكونش صعبه معاك. دي اسهل حاجه في الفخده هي الموزه في التشفيه. نبدا نطلع العظمه المدفونه او عظمه الماسوره اللي هي داخل الفخذ من نهايه القرقوشه ديت اهي. نهايه القرقوشه دي اهي بتيجي، يعني يعتبر في اختلاف ما بين وش الفخده وبدايه عرق التريبيانكو اللي هو بتاع الضان، طبعا بيكون يعني صغير الحجم عن البقري. ادي انتهاء وش الفخده اهو، وادي عرق التريبيانكو. تفتح كده بالكازلك في النص اهوت، هيبان معاك عرق التريبيانكو من وش الفخده، وادي ظهر الفخده اللي هو جنب عرق التريبيانكو على طول اهي، تمام؟ بعد كده بتبدا في نهايه المفصل او في بدايه الموزه الثانيه تشد خط وتميل كده، تمام؟ اهو حلو.
بصبعك اهي كده وتزق قدام كده. اهم حاجه تطلع العظم زي ما حضراتكم شايفين كده على الابيض اهو، العظم كده طلع على الابيض اهي. استني بايدك، يعني في حاجات ممكن تعملها بايدك اكتر من الكاسدك وتكون سهله معاك. بتلف طبعا الفخده اهو، تبدا تعمل كده اهي. انا قد الموز اهي زي ما حضراتكم شايفين. معلش على الاطاله بس عشان خاطر نوضح للناس تشتغل ازاي. ادي العظمه اهي تمام، وادي شكل الفخده اهوت الفينش النهائي. ادي الموز وادي السمانه، ادي وش الفخده، دول المستين، تريبيانكو، ظهر الفخده، كولاطه، السمانه، وش الفخده. هوريكم الفخده الثانيه اهي، بس عشان ما ناخدش وقت فيها برضه هنعملها على السريع بدايه كده بالقشره دي عشان اللي هي العكس الثاني برضه اهوت تمام. ممكن تشيل دي او ممكن ما تشيلهاش، لو بتضايقك في التشفيه ممكن تشيلها، ولكن احنا هنسيبها عشان احنا شلناها في الفيديوهات الثانيه قبل كده، تعديها ازاي او تفاديها ازاي. تمام. ادي الفخده اهي، تعلم كده اهو. طبعا دي هيكون فيها وقت تاني او وقت اقل عن الفخده اللي هي التانيه. طبعا احنا مشلناش العظمه اهي اللي هي بتبقى بتكون داخل الفخده. تمام. ادي الموزه ده عظمه الموزه اهي. نخش على بص بقى، دي بتكون العكس. الفخده الثانيه بنفتحها من هنا، الفخده دي هنفتحها من ورا العكس، مش هنعرف ان احنا تجيبها كده، بتكون واحده شمال وواحده يمين. هيبدا يفتح من ورا برده من بدايه الموزه وبدايه عرق التريبيانكو، وده وش الفخده اهو زي ما حضراتكم شايفين. فتحنا اهو كده اهو، تيجي برده من بدايه الموزه نفس النمط يعني، نفس كل حاجه، ولكن دي بتختلف شويه عن الفخده اليمين. الشمال بتختلف عن اليمين اهو. ادي الفخده اهي الثانيه، ادي الموزتين، ادي الموزه الاولى والموزه الثانيه، ادي السمانه، ادي وش الفخده، ادي عرق التريبيانكو. طبعا عرق التريبيانكو بيختلف من الفضانه للعيد، وده ظهر الفخده بيكون تحت السمانه، وادي عرق الكولاطه. وكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت عجبك الفيديو او استفدت اي معلومه من الفيديو، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اتمنى ما تستخسرش فينا اللايك بس.